حضرتك كنت اتكلمت عن موضوع الجبنه اللايت ان هي نباتي الدهن. طب ما حلوه ولايت ونباتي والحياه جميله، وحتى قلت لنا طب دي رخيصه، الغاليه بتبقى ما فيهاش دهون نباتيه. طب ايه حته دهون نباتيه دي؟ ليه مزعلانه؟ انا كده باكل جبنه لايت. طبعا احنا عايزين نتكلم عن الزيوت المهدرجه، او اللي هي بنتكلم دلوقتي اللي هي السمنه النباتي. السمنه النباتي دي من اسوأ انواع الزيوت. احنا اتكلمنا عنها. طب احنا عملناها ليه اصلا ما دام هي حاجه وحشه؟ او احنا ليه اخترعوها في يعني البني ادم عملها ليه؟ احنا لقينا ان السمنه الحيواني سعرها غالي، وفي نفس الوقت طعمها احلى، وزي ما الدكتور قالت ان هي ليها بعض الفوائد. فبالتالي احنا عايزين نعمل شكل للدهون الصلبه بس بشكل ارخص، بشكل رخيص، بشكل مش غالي. فنجيب ايه الرخيص؟ عندنا الزيت رخيص، الحاجات المنتجات النباتيه رخيصه، ناخدها ونحط عليها، نحولها من زيوت غير مشبعه الى زيوت مشبعه. فعمليه التشبع دي بتتحول بيها من الحاله السائله الى الحاله الصلبه، فبدات تجمد وتحولت لصلب. فالصلب ده عايزين بقى نستفيد منه، عايزين نشتغل بيه. فبنبدا ناخد الدهون الصلبه بي اللي اتكونت دي، الناتج من عمليه هدرجه الزيوت النباتيه، ونبدا نحطها في المنتجات. ليه؟ هتدي طعم، شيلف لايف، او هتقعد على الرف اكتر، مش هتزنخ بسرعه، وفي نفس الوقت هتبقى رخيصه، مش هتبقى غاليه زي الزبده البلدي او السمنه البلدي. فبالتالي كل المنتجات اللي موجوده في السوق تقريبا، مثلا لو بتتكلم على البيكري، او انت رحت بقى الفرن فرنجي بقى، رحت عايز تشتري اي منتج، اكيد هيبقى عايز حاجه تدي طعم وفي نفس الوقت رخيصه، فهيستخدم الزيوت المهدرجه او الدهون النباتيه اللي هي زي انواع السمنه النباتي اللي احنا بنلاقيها في السوق. لو جينا نتكلم عن بعض انواع الجبن، طب انا عايز اعمل جبنه لايت، طب خلاص انا هشيل لك، مش انت متضايق من الدهون المشبعه الطبيعيه اللي موجوده عادي في المنتجات الحيوانيه؟ طب انا هشيلهم لك واحط لك بدلهم منتج دهون نباتي، لان ده صحي. لا، ما هو صحي لو هو زيت، لكن لو هو سمنه ومهدرج ومشبع وصلب يبقى ده كده غير صحي. فللاسف 90% من انواع الجبنه اللايت اللي احنا المفروض ان احنا واخدينها عشان نعمل دايت بتكون بتحتوي على الدهون المشبعه، غير بقى الكريمرز بقى اللي موجوده مغرقه السوق، اللي هو 2 في 1 و3 في 1 و4 في 1 و10 في 1 وكل حاجه في واحد، او الكريمرز النباتيه اللي هي مثلا زي بتاع منتجات اللي بتتحط على القهوه او على الشاي عشان السكر اللي هو اللبن البودره اللي موجود في السوق، معظمه دهون مشبعه.